سلام من الله عليكم متابعي قناة ماذا يحدث. لقد نشر أمس تقرير من أكبر منصة حماية في العالم، والتي تتحدث عن خطورة مشاهدة المواقع الإباحية، بحيث أن هذه المواقع إحدى المصائب التي ابتلي بها مئات ملايين الشباب حول العالم، وهذا مما دفع لمعدومي الضمير إلى استغلال هؤلاء المبتلين بهذه المواقع، ومن خلال تطبيقات كارثية التي تدعي بمثل خدمات العمل والمقاطع الإباحية وإعلانات المنتجات والكثير. ولكن الخطير في الأمر هو بعد نقرك لهذه الإعلانات التي تتم قفل شاشة هاتفك إلا في حال دفعك مبالغ مالية، مع العلم أن هذه التطبيقات تملك صلاحية الوصول لجميع خصوصيات هاتفك مثل الصور والأرقام وتطبيقات الدردشة. ومنذ فترة قليلة شهد العالم أكبر عملية اختراق حول العالم، والتي أقفلت بها مئات الآلاف من الأجهزة الحواسيبية من كل بقعة حول العالم. واليوم يشهد العالم نفس الثغرة ولكن الهواتف الذكية، وسبب ظهورها هو التطبيقات الجديدة التي يتم تطويرها في كل يوم. وهذا ما كلف لضعفاء النفس بتطوير تطبيقات خبيثة من أجل استقلال الشباب. ولفتح الهاتف يجب أن يدفع الشخص ما يقارب $100 أمريكي. لهذا ننصحكم من الانتباه من هذه التطبيقات ومن المواقع الإباحية. وفي حلقتنا اليوم إلى هنا وصلنا لنهاية الفيديو. إن أعجبك الفيديو فلا تنسى اللايك والاشتراك.